الهرم المفقود. في عام 1922 كان المستكشف البريطاني الشجاع هاورد كارتل عالقا في صحراء جيزة بمصر، وقد أعلن عن اكتشاف مدهش قد يغير مجرى التاريخ. كانت قصة مغامرته تدور حول البحث عن هرم مفقود يعتقد أنه يحتوي على كنز ثمين ينتمي للفراعنة القدماء. بدأت المغامرة الشيقة عندما قرر كارتل تشكيل فريق استكشاف للتوجه إلى الصحراء الشاسعة والتحرك عبر الرمال الساخنة بحثا عن أدلة وجود الهرم المفقود. انطلق الفريق وسط الظروف القاسية والتحديات الشديدة للبقاء في الصحراء. مرت الأيام والليالي وتراكمت الرمال حولهم، لكنهم لم يفقدوا الأمل. بناء على الدلائل القديمة والنصوص الهامة تمكنوا من تحديد موقع محتمل للهرم المفقود. بدأوا في استخدام أحدث التقنيات والأدوات الأثرية للبحث عن مدخل الهرم. بعد مجهودات مكثفة اكتشفوا مدخلا سريا يؤدي إلى الداخل الغامض. دخلوا الهرم بحذر شديد، كان يملأهم الفضول والطوق إلى معرفة ما يخبئ لهم الهرم القديم. كانوا يسيرون في الممرات المظلمة مضيئين طريقهم بالشموع. اكتشفوا غرفا رائعة ومليئة بالأسرار المدفونة، تحمل توابيت فرعونية مزخرفة وجدرانات تزخرف بالرموز والرسومات القديمة. بدأوا في تفسير هذه الرسومات الغامضة وحل الألغاز التي كانت تكشف عن مكان الكنز المفقود. باستمرارهم في البحث اكتشفوا الهرم، وجدوا غرفة سرية أخرى كانت مفاجأة كبيرة تنتظرهم. كانت الغرفة مليئة بالكنوز الثمينة والمجوهرات الساحرة. النجوم الماسية والأحجار الكريمة تتلألأ في ضوء الشموع، مما أدخلهم في عالم من الدهشة والإعجاب. كارتل وفريقه لم يكتشفوا فقط كنزا من الذهب والمجوهرات، بل كتابة مهمة جديدة في تاريخ مصر القديم. كانت الرموز والرسومات والأثرية التي وجدوها من بين الأشياء التي زادتهم حماسا للاستمرار في البحث. وجد كارتل وفريقه بعض الأدلة الثمينة داخل هذه الغرفة السرية. كانت الجدران الحجرية المزخرفة تحكي قصة عظيمة عن حضارة الفراعنة وملوكهم العظماء. كانت هذه الرسومات تقدم تفاصيل عن حياة الملوك ومعتقداتهم وتقاليدهم الدينية. بدأوا في توثيق كل شيء، حيث التقطوا صورا مفصلة وعملوا على ترجمة النصوص القديمة. كانوا يعملون بجدية وتفان لفهم الحكايات المدفونة بين تلك الجدران. فهموا أنهم لم يشهدون على أحدث مهمة في تاريخ مصر القديمة. واصلوا استكشاف الهرم، وكلما حفروا أكثر كلما اكتشفوا المزيد من الغرف والممرات المخفية. كانوا يتعرضون للتحديات المستمرة، فالهرم كان كبيرا ومعقدا للغاية، لكنهم لم يفقدوا الأمل واستمروا في البحث عن الكنز الأكبر الذي يعتقدون أنه مدفون في أعماق الهرم. بعد أشهر من العمل الشاق والمثابرة وصلوا أخيرا إلى غرفة هامة جدا. كانت هذه الغرفة مليئة بالكنوز الثمينة بشكل لا يصدق. كانت الجدران مرصعة بالذهب والأحجار الكريمة، والتماثيل الفرعونية الثمينة تزينت بأجمل المجوهرات. كانت الكنوز الموجودة في الغرفة تشكل ثروة هائلة لا تقدر بثمن، ولكن الأهم من ذلك كانت تحمل قيمة تاريخية هائلة.
إنها تنبثق من حقبة مهمة في تاريخ البشرية، وتروي قصة الحضارة الفرعونية العظيمة وتعزز فهمنا لتلك الحضارة الضخمة. عندما عاد كارتل وفريقه إلى العالم الخارجي أثاروا ضجة عارمة. تم استقبالهم بالتحية والتقدير، وتم عرض الكنوز والآثار التي اكتشفوها في متاحف حول العالم. أصبحت قصة كارتل وفريقه في هذه المغامرة الأثرية الرائعة مصدر إلهام للعديد من المستكشفين والعلماء في مجال الآثار. إلى هنا تنتهي قصتنا لهذه المغامرة الشيقة. ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد قناتنا.